ماشي يا استاذ مصطفى. ده اعرف احمد حلمي من ايام ما كان شاب فقير جاي من بنها، والفقر مش عيب، انا جاي من شغل العيب. وجه سكن في داير الناحيه في حاره كده، في اوضه برضه مش عيب. انما انت يا احمد لما تهين المصريين، الراجل المخرج اللي قاعد تقول له انت قاعد صف اول تلاقيك معاه، تقول له انت جنس مصري، مصري جزمته بدماغك يا احمد يا حلمي. والفيلم اللي انت عملته باسم مصري بتاع النوم في العسل، واضح ان عسل اسود، عسل اسود، واضح انك لسه في العسل الاسود. والفيلم ده من حسن حظك انه اتذاع قبل 25 يناير او نزل قبل 25 يناير في الهيصه. ازاي تهين مصر والمصريين؟ قالوا تهين انت حركت قدام الدنيا كلها والدنيا بتصور. وبعدين فين؟ في مصر؟ هنا في مصر؟ لا، في السعوديه. انما عايز اقول لك كلمتين، اللي يسمح لزوجته في فيلم تقلع البتاع وتحطه في شنطتها وتخرج يبقى مش محترم. هتقولي ده تمثيل؟ هو التمثيل ده مش قدام مصورين؟ في سنة المفروض انتوا جاي تقف ولا هشام طيبات؟